اشترك في القناة واعمل لايك عشان المحتوى ينتشر ويوصل لناس أكتر. مين أكتر دول في العالم بتستهلك بترول؟ وهنا هتظهر مفاجآت، لأن الدولة مش لازم تكون عندها بترول علشان تكون من أكبر المستهلكين. ممكن تكون دولة صناعية ضخمة وتستورد جزء كبير من احتياجاتها. يلا نبدأ. رقم 1: الولايات المتحدة أمريكا. أمريكا أكبر مستهلك للنفط في العالم، وده منطقي لما تعرف حجم اقتصادها وعدد السيارات والطيران والنقل البري والصناعة والبتروكيماويات. والأغرب إن أمريكا في نفس الوقت أكبر منتج للخام، يعني عندك إنتاج ضخم جدا زائد استهلاك ضخم جدا. وعشان كده أمريكا مثال ممتاز على إن الإنتاج مش معناه بالضرورة إن الدولة تصدر كل اللي بتنتجه. رقم 2: الصين. الصين من أكبر مستهلكين نفط في العالم، والسبب مش بس عدد السكان، لكن حجم الصناعة الهائل والنقل والشحن والطيران والبتروكيماويات. الصين كمان من أكبر مستوردين نفط في العالم، وده يخليها لاعب أساسي جدا في سوق الخام العالمي. رقم 3: الهند. الهند عندها أكثر من مليار نسمة واقتصاد صناعي ضخم بيتوسع بسرعة، ومع زيادة السيارات والنقل والطيران والصناعة الطلب على النفط بيزيد. لكن الهند مش من الدول صاحبة الاحتياطيات الضخمة، وبالتالي بتعتمد بشكل كبير على استيراد الخام. رقم 4: روسيا. روسيا حالة مختلفة، هي من أكبر منتجي ومصدري النفط، لكنها كمان دولة ضخمة جدا عندها صناعة ونقل وقطاع بتروكيماويات كبير، يعني جزء من إنتاجها بيتستهلك داخليا والباقي يمكن تصديره. رقم 5: اليابان، ودي واحدة من المفاجآت. اليابان دولة صناعية عملاقة، لكن مواردها النفطية المحلية محدودة جدا، وبالتالي بتعتمد بشكل كبير على استيراد الطاقة من الخارج، يعني جزء كبير من النفط اللي بتستهلكه اليابان جاي أصلا من دول تانية. رقم 6: السعودية. ممكن تستغرب إزاي السعودية من أكبر المستهلكين وهي دولة عدد سكانها أقل بكثير من أمريكا أو الصين. السبب إن عندها قطاع صناعي وطاقة وتحلية مياه ونقل وبتروكيماويات، بالإضافة إلى الاستهلاك المحلي. لكن بالرغم من استهلاكها الكبير، إنتاجها النفطي أكبر بكثير من استهلاكها، وده بيخليها من أكبر المصدرين. رقم 7: البرازيل. البرازيل عندها عدد سكان ضخم واقتصاد كبير، بالإضافة إلى قطاع نقل وصناعة واسع، وفي نفس الوقت عندها صناعة نفط قوية جدا خصوصا مع البري سولت، وده يخليها حالة مثيرة، منتج كبير زائد مستهلك كبير. رقم 8: كندا. كندا عندها احتياطيات وإنتاج ضخم جدا خصوصا من الأويل ساندز، لكن عندها اقتصاد صناعي متطور واستهلاك كبير للطاقة، ومع ذلك إنتاجها النفطي أكبر من احتياجاتها المحلية، وبالتالي بتصدر جزءا ضخما من إنتاجها. رقم 9: ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا. الصناعة الألمانية، النقل والبتروكيماويات محتاجين كميات كبيرة من الطاقة، لكن ألمانيا مش دولة نفطية كبيرة، وبالتالي بتعتمد بشكل كبير على الواردات لتغطية احتياجاتها. رقم 10: كوريا الجنوبية. وأخيرا دولة صناعية ضخمة جدا، لكنها فقيرة في موارد النفط المحلية. عندها مصافي عملاقة وصناعة بتروكيماويات قوية جدا، وبالتالي بتستورد كميات ضخمة من الخام.